تعرف ان نادي الزمالك حاليا بيجهز لأكبر صفقة في تاريخ النادي حتى على مر العصور؟ أهلا بيك في قناة 2. نادي الزمالك حاليا بيجهز لصفقة هتهز الكيان القروي في مصر بنسبة 1,000,000%. طب مين هي الصفقة اللي جاية؟ والصفقة دي هل فعلا هتعمل ضجة ولا هي شو إعلامي وخلاص؟ أحمد سالم امبارح اتكلم على قناة بيطلع فيها طلعت اسمه رضا بعال، وقال نادي الزمالك حاليا بيجهز لصفقة هتضرب الكيان القروي جميعا في أفريقيا والشرق الأوسط. من هي الصفقة اللي الزمالك بيتحرك عشان يضمها؟ وهل فعلا الصفقة دي حلوة؟ تعال نشوف. الزمالك حاليا بيفاوض لاعب نادي اتحاد جدة، هو كريم بنزيما هيجي نادي الزمالك. ده بحسب معلوماتي انا ان انا عارفها ان كريم بنزيما حاليا مش مرتاح في نادي الاتحاد السعودي، فهيجي نادي الزمالك. طب كريم بنزيما اصلا يعني فلوسه غالي جدا، بس الغالي تمره فيه. زي مثلا واحد راح جاب جاكيت بامب، الجاكيت البامب ده في محل ب 500 جنيه بس مضروب، ومحل تاني ببيعه ب2000 جنيه بس الأصل. فهنا بنقارن بنقول كريم بنزيما لو جه نادي الزمالك هيعمل نقلة نوعية كبيرة جدا. نادي الزمالك يبقى معاه كوكبة نجوم، انت عارفين يبقى معاك لعيبة أجانب كتير. هل الاتحاد المصري سمح بوجود أكتر من 5 لعيبة أجانب؟ بحيث إن الزمالك عنده حاليا تقريبا 4 أو 3 لعيبة. عندك عمر فرج طبعا مش هيتسمى لاعب الأجنبي، فأنت عندك مسلوسي، الجزيري، ماشيلاك، وعندك سامسون. فأنت عندك 3 وسامسونج ماشي، فأنت بالتالي دلوقتي عندك 3. فهل ال3 دول ورجع لهم كريم بنزيما في لعيبة تانية جاية، تفتكر الصفقات دي هتبقى مصلحة الزمالك ولا ضده؟ إن في لعيبة هتبقى جاية بتعالي على الفريق. هتفتكر الناس دي كويس إنها تيجي نادي الزمالك أو تيجي الدوري المصري؟ طبعا زي ما احنا سمعنا في راموس جاي، بس لسه راموس قال لك الفندس عايزه. الفندس هيعرض أكتر من الزمالك طبيعي، دي دولة مع العملة الصعبة. فبالنسبة لي العملة الصعبة عندها سهلة جدا، فبالتالي هعرف أجيب اللاعب، عكس احنا عندنا في مصر العملة الصعبة صعب جدا تجيبها. وهنشوف الأيام الجاية شايلة ايه، بس خلي بالكوا كريم بنزيما جاي الدوري المصري. السلام عليكم.